في رجال اعمال وكتل رجال اعمال كتير بينتموا لنادي الزمالك، والمجلس الموجود نشوف انا قلتها كام مره من النوعيات دي. القصه في نادي الزمالك مش قصه توفير الاموال، هي قصه تسيير. يعني مثلا دلوقتي نادي الزمالك دخل في محمد شريف، وميدو بما انه كان عنده علاقه كويسه بمحمد شريف وكان بيدربه في وادي دجله وكان من الناس اللي سبورت ليه جدا، داخل في هذا الامر. هل انت مثلا شايف صفقه شريف دي تفرق مع نادي الزمالك؟ بص انا جيت قلت لك ايه البناء اه مش فلوس. م. انك تعرف تبني فرقه. معلش، مع احترام رجال الاعمال دول، هم مع احترام ليهم، ما حدش لو قلت له تعالى ابني فرقه مش عارف يبني فرقه. م. فانت عايز ناس تبقى عندها فكر، تقعد معاها تبدا تبني فرقه، تبني فرقه موجوده للموسم الجديد. طب مين اللي خطط لكده يا كابتن؟ المدير الفني يعني انت، ولا حازم امام وميدو؟ المفروض حازم وميدو بدل هم ماسكين التخطيط. م. لو هم عارفين لعيبه الدوري المصري كلهم بشكل كويس، وعارفين المراكز بتاعتهم، وعارفين اللعيبه المميزه، وفي نفس الوقت هتعرف تجيبهم من انديتهم ولا لا. ما انت ممكن تيجي تجيب لعيب ما تعرفش تجيبه من نادي، م. يقول لك مش هقدر افرط في المميز اللي عندي. طب النهارده الخمسه الاجانب في بعض فرق في الدوري المصري الخمسه موجودين فارقين مع الفرقه. ده حقيقي. صح ولا غلط؟ على فكره هو لو ما بيفرقش يبقى ما يجيش. هو ده اللي بنتكلم عليه. اه الخمسه دول لو انت جبت يا كابتن خمسه تقال يا كابتن علاء، وانت عندك كمان ثلاثه تحت السن في اه المراحل السنيه الصغيره، اه لو عرفت تجيب الثمانيه دول تقال منهم خمسه اساسيين في الملعب، هتحط عليهم خمسه مستريح. صح ولا لا؟ او سبعه مستريح. بس مين اللي يبني؟ مين اللي يبقى عنده خريطه كده يقعد يقول لك انا عندي مشكله في خط الدفاع، طب انا عندي مشكله في الباك اليمين، لا عندي مشكله في الفراوده، لا عندي مشكله في الاطراف. حد يعرف يبني فرقه، مش حد يعرف يحط فلوس. ما انت ممكن تحط فلوس بس تحطها غلط. صح ولا ما لا؟ هي لازم الاثنين يا سامي. ما هو ده بقى ما هو ما فلوس موجوده. البناء بقى، ما هو رجال الاعمال على فكره موجودين، والناس موجوده فلوس حابه موجوده، تحط. طيب ما على خلاص. فكره الفتره الجايه هتلاقي في كتير داخلين، بس مين اللي يعرف يبني؟ يعرف يبني فرقه. ما تجيبليش لعيبه من الدرجه الثانيه يقول لي دول هيشيلوا فرقه. لا ما ما انت كنت تجيبش بتجيب لعيبه صغيره درجات. تقول هيشيلوا، لا لا انت لا لا. لازم لعيبه نجوم يندمجوا بسرعه في الفرقه، ويكون عندهم ثبات انفعالي ساعه الضغوط تلاقيهم. مش تلاقيه بيجي يلعب مثلا قصاد احنا كنا بنلعب قصاد ال 100,000، كنا بنحب نلعب قصاد ال 100,000. ده انا كنت بتمنى انزل الملعب كده اشوف ال 100,000، ويا ريت كمان يبقوا ضدي. يعني لا مش معايا. بس ليه؟ لان انت دي عايز شخصيه تستمتع. لعيب، عايز ايوه دي تستمتع. شخصيه لعيب. تستمتع النهارده بيها اللي الصراحه. بينزل قصاد ال 20,000 و30,000 ما بيعرفش يلعب كوره، ودي كارثه انه ما عندوش ثبات بالضغوط. لما بيخش في نهائيات ما بيعرفش يكمل نهائيات، يوصل لادوار معينه ما بيعرفش يوصل تحت الضغوط انا بتكلم عن نادي الزمالك. فاهمني ازاي؟ فلازم تجيب نوعيه بيراميدز من النوعيه الرائعه. البناء فيها على مدار السنين اللي فاتت يا كابتن دي علاء حقيقة. وصلوا المرحله دي، بنوا كويس قوي، وعملوا احلال وتجديد كل سنه، احلال وتجديد احلال وتجديد، لغايه ما وصل لفرقه تقيله تعرف تجيب كاس مصر زي ما جابت، تعرف توصل لقبل نهائي افريقيا لاول مره في تاريخها بقى، في تاني مره يخش فيها البطوله، وكان قبل كده وصل في نهائي الكونفدراليه واتغلب من نهضه البركان. ففرقه مع الوقت بتعرف تعمل الاحلال والتجديد. انت عايز ده، حد يعرف يبني، حد يعرف يعمل احلال وتجديد، حد يعرف يعمل فرقه كويسه مع الفلوس. لكن ما يبقاش عندك فلوس ومش عارف تعمل فرقه. طب كابتن علاء، هل حضرتك مؤيد التصريحات الكتيرة اللي كانت بتطلع من لجنة التخطيط في نادي الزمالك وما بيحصلش فيها حاجة؟ يعني ما لا تنفذ، منها مثلا التجديدات، منها مثلا هو الصفقات. انا ما بحبش اتطرق لنادي الزمالك في حاجه، لكن اللي متعود عليه دايما يا محمد، او اللي انا بتمناه، ان انت كمسؤول في نادي اهلي او زمالك ما تطلعش كلمه من تصريح منك غير وانت متاكد منه. م. حتى ما تطلعش تصريح تسكين لجماهيرك ولا حاجه. لو انت بتقول للجماهير حاجه لكن الواقع حاجه تانية خالص. مش عشان كده هيصدقوك بعد كده. بالظبط، لان كده الصدمه هتبقى اقوى. زي ما تقول وقت كانت صدمه جامده جدا لجماهير نادي الزمالك ان زيزو خلاص راح الاهلي. طب امال فين؟ يرجعوا له فين كلامكم ان احنا خلاص زيزو قاعد مش عارف ايه وايه وايه. لكن واضح كمان ان في حاله زيزو ان زيزو ما كانش بيقعد زيزو، لان طبيعي انا عندي اساسا فلوس قديمه هترجع. بص يا محمد، هنرجع ونلف وندور تاني وهنرجع للاساس، الماده. نادي الزمالك بيعاني من السنين اللي كابتن فاتت دي. هتبقى موجوده الفتره اللي جايه، انا بقول لك هتبقى لا كتير. انا بتكلم عن بس السنين اللي لا انا بتكلم فاتت. كمان، لا هتبقى، بس هتبني، هتعرف ايوه بقى تبني، خلاص، ما اكيد هتعرف. هو ما شاء بس الله بقى ده اللي الناس اللي بنتكلم موجوده في فيها، الزمالك. هو ده اللي بنتكلم فيه. بص يا سامي، دايما النادي الاهلي والزمالك لا غني بابنائه اللي يعرفوا. وبعدين تتكلم على اتنين اللي هم كانوا موجودين مثلا ميدو وحازم، لا انا بثق فيهم جدا، يعني اكيد اللي عندهم نظره يعرفوا يعملوا كده. بس لكن نعرف قبل كده نبني، يا سامي، بس. قبل كده ايه؟ ما كانش فيه لا، فلوس. وما كانش فيه بناء. ما هو فيش بناء كان فلوس فيه بناء عشوائي، بقى. ايوه لان بناء عشوائي. بص يا سامي، ما هو انت اتكلمت وقلت كل الاساسيات، لكن
الاساس ان انا ابقى قاعد كده حاطط رجل على رجل وبنقي اللعيبه واقعد وده لايه؟ ان انا معايا فلوس في جيبي وقت ما اقول انا عايز سامي هات سامي. لكن مثلا انا عاجبني سامي جدا وهيجي معايا هيعمل فرق مش طبيعي. طب انت كام يا سامي؟ انا كذا. مفيش مد. يبقى سام هيبص على مصلحته الناحيه التانيه في اي مكان. هي دي المشكله. مشكله نادي الزمالك السنين اللي فاتوا ان سامي كان بيتكلم على كم مديونيه مش طبيعي. تطلع من واحد تخش في واحد واقف ولغايه مش عارف دلوقتي ايه وايه وايه فاهم. لكن الفتره القادمه زي ما سامي بيقول على فكره بتمنى انا مش بغض النظر على هويتي ايه. انا بتمنى نادي الزمالك يبقى مش هيتساب يا كابتن، ان مش شاء هيتساب. الله ان شاء الله. لأ، هو ما الفترة اللي فاتت بدأوا يجتمعوا، بدأوا يقرّبوا من بعض، كويس. الناس بتاعة رجال الأعمال. أنت عايز بس استقرار، ما تجيش تقول أنا شِلت مجلس وجِبت مجلس وشِلت واحد وجِبت واحد، حتى الرعاة نفسهم ما بيحبوش يخشوا في نادي ما فيهوش استقرار، صح والّا غلط؟ فأنت هو من النهارده حقه يا سامي. لأ، وده طبعا طبيعي، طبعا. طبيعي. إحنا بقى لنا قد إيه بنقول إن نادي الزمالك هيبني نادي، بقى لنا أكتر من مم. 10 سنين والّا قد إيه، لغاية ما قريت إن هو احتمال يتفتح الفترة اللي جاية دي يبدأوا يبنوا فيه. طيب ما دي فلوس هتخش من العضويات، صح والّا لأ؟ عندك هيبقى في استثمار في المحلات أو جزء استثماري جوه، يعني تبدأ تبقى عندك مدخلات للفلوس، عندك فكر. اللاعب اللي هو قبل السنة بقى يا كابتن علاء لمّا يكون عندك نجم قبل سنة ما جددتوش مش عايز يجدد، بيعه يا باشا وخُد فيه فلوس، إيه الأزمة؟ طلّع فكّر في الناشئين اللي عندك، طلّع منهم 1 والّا 2 مع لعيبة كبار يشيلوا بعض الفرقة الفترة اللي جاية، حد يعرف يبني كويس، لأ تعرف إن شاء الله، بس في الآخر يبقى عندك ناس عندها أفكار، مش الشغل يبقى عشوائي، ما فيش حد بيبني طيب بكلام أو البداية شغل ده عشوائي. هل يتدخل فيها كابتن علاء بيسيرو المدير الفني الحالي؟ ما هو انت كلجنه او كمسؤولين عن الكوره بتقعد مع المدير الفني. احتياجاتك ايه؟ إمم. ما هو دي اصول بقى. يعني أصل طب هو هيقعد والّا لأ؟ ايوه انت فاهمني. انا بتكلم على هو اساس هيقعد والّا لأ لا الأول؟ أنا عشان كده باسأل انا السؤال. بفرض بس. انا بفرض آه. بغض النظر عن بيسير سي من الناس. إمم. لما تيجي تقعد مع المدير الفني بتاعك قبل بدايه الموسم. انت عندك ايه؟ انا عندي كذا 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 وعندي قصور مش قصور. عايز تدعيم في المكان ده والمكان ده بس لعيبه بالمواصفات اللي انا بقول عليها دي.